انتظار صفيرة هذا الحكم ونكون في الصورة الدولي محمد رجب للإعلان عن انطلاق دقائق هذا اللقاء قمة المجموعة الثانية. إذن على بركة الله تعالى تنطلق دقائق هذا اللقاء والكرة لمصلحة فريق المدينة. لعباني حسام يلعب كرة باتجاه سلتو هدف الفريق صاحب هدفين، كرة لمصلحة فريق المدينة. عرابي التسديد على المرمى، فرصة هدف لفريق المدينة، فرصة ما كانتش بعيدة عن مرمى الحارس محمد نشنوش منتي، وخاض تجربة مع فريق الأهلي. هجوم لمصلحة الأهلي، محمد عيسى يلعب كرة باتجاه محمد صولة ممكن يفتح اللعب على الجهة اليمنى، التسديد من الغنودي ولكن الكرة ما كانتش قوية، كانت سهلة وخفيفة للحارس خالد الورفلي. محاولة مصلحة فريق الأهلي، هجوم معاكس كاد يحمل الخطورة، محمد صولة يهيئ كرة والغنودي يسدد ولكن الكرة ما كانتش بالقوة الكبيرة بالنسبة. كرة على الجهة اليسرى، متابعة من لاعبي فريق الأهلي، يحيى الزلاتي في الاستلام يتخلص من اللاعب، يدخل داخل منطقة الجزاء، كرة مصلحة فريق المدينة، فرصة لمصلحة فريق المدينة. هجوم خطير عن طريق اللاعب يحيى الزلاتي قابل عن طريق فراس جمعة ومؤيد اللافي، يلعب كرة عرضية وكان بالإمكان أحسن. محمد صولة هذه المرة على الجهة اليسرى، صولة يلعب الكرة مع اللافي باتجاه صولة ويسدد، والتدخل لخالد الوفلي. محاولة لمصلحة فريق الأهلي، تبادل كروي ممتاز بين اللافي زكريا وبين محمد صالح، التسديد من محمد صالح وبامتياز خالد الورفلي. محاولة خطيرة لمصلحة فريق الأهلي. تابع لقطة الإعادة، محمد صالح يعود إلى زكريا اللافي يلعب الكرة بالمقاس ومحمد صالح كما جاءت يسدد باليسرى ولكن يحيى الزليطني يرفع الكرة وهدف، النتيجة بهدف مقابل شيء. هنا الإعادة، ارتقاء سليم لنصر الدين دلة من امام المهدي المصري، يتمكن من احراز الهدف الاول في هذا اللقاء. تابع لقطة الإعادة بالنسبة للمدرب احمد السنفاز. تعود الاهلي، اللافي يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة فريق الاهلي، هدف التعادل وهناك حالة تسلل. هناك الإعادة، لعب الكرة وراء الدفاع، محمد صولة جاد لعب الكرة، مؤيد اللافي في الاستلام يسدد وخالد الورفلي على مرتين. لعب الكرة على الجهة اليسرى باتجاه محمد صولة، كرة لمصلحة الأهلي داخل منطقة الجزاء، فرصة لمصلحة الأهلي، كرة كانت باتجاه مؤيد اللافي، استلم بطريقة جيدة ولكن التمريرة ما كانتش بالصورة. تابع لقطة الإعادة، استلام كان جيد من مؤيد اللافي، صولة من جديد يرفع الكرة والبحث عن الجديد، يتدخل معاذ عبود، لازالت للاهلي فرصة تصطدم بالعارضة الأفقية، لازالت أهلاوية، صولة في التسديد يتدخل الورفل، مؤيد اللافي يستلم بعين مفتوحة، يلعب الكرة تعود من العارضة الأفقية، اللافي يلعب الكرة مع زكريا، صولة في الاستلام يدخل داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة عرضية، يتدخل الورفلي بطريقة جيدة، ابعاد بامتياز حقيقه للحارس خالد الورفلي. تبع الكره زكريا اللافي مع محمد صولة، يستلم صولة يدخل داخل يلعب كره عرضيه والزكريا يلعب الكره من اللمسه الاولى ولكن الورفلي في المكان الصحيح، ابعاد جيد يحسب لحارس مرمى فريق المدينه، بينما هذه كره مؤيد اللافي والتسديد من محمد صولة. ودائما وابدا خالد الورفلي حارس مرمى فريق 20 عام فقط لهذا اللاعب، صاحب الهدف الثاني في مرمى فريق الترسانة في الاسبوع الاول لفريق المدينة. يا سلام، زكريا اللافي كما جاء، زكريا اللافي صاحب التسديدات القوية على حافة منطقة الجزاء، تمركز سليم وتسديدة قوية. تجد هذا اللاعب زكريا اللافي يتمكن من حراز الهدف التعادل بطريقة ممتازة، الكرة كما جاءت على حافة منطقة الجزاء من على الوضع الطائر، يتمكن زكريا اللافي من احراز هدف التعادل. محمود البوعيشي، تغيير من المدرب احمد السنفاز، البوعيشي يتخلص من لاعب من اثنين، يدخل داخل منطقه الجزاء في مواجهه نشنوش ويتدخل نشنوش، يتدخل محمد نشنوش من امام المهاجم محمود البوعيشي. فراس جمعه، فراس داخل منطقه الجزاء، فراس يلعب بالكره، الغنودي يفتح اللعب، فرصه لمصلحه الاهلي، التسديد من المصري على مره اثنين، يتدخل خالد الورفلي في مره اولى. هنا الاعاده، الغنودي في دور صانع الالعاب، التسديد من المصري والتدخل للورفلي في مرة. نصر الدين دلة، عز الدين الشريف، محمود والو، عمر عرابي، محمود والو، لازالت كرة لمصلحة المدينة. وماذا يعلن الحكم عن وجود خطأ وبطاقة صفراء
لمدافع فريق الاهلي يتم رفع الكره ام سيكون هناك رأي اخر؟ ترفع الكره نشنوش بكل كره مصلحه فريق الاهلي، تسديد ويتدخل الورفلي خالد الورفلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المبدد وفي هذه الآونة بالذات يعلن الحكم الدولي محمد رجب عن انتهاء هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف. تقدم فريق المدينة أولا في الدقيقة 19 عن طريق اللعب نصر الدين دلا، وعدل الأهلي في الدقيقة 29 من دقائق الشوط الثاني بتسديد